قال فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم اليوم في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، قال إن الجامعة لم تطلب من الجزائر توفير رحلة خاصة للمنتخب الوطني للمحليين إلى مدينة قسنطينة الجزائرية، ولكن الطلب يتعلق بالترخيص لطائرة الخطوط المغربية للنزول في مطار المدينة التي ستحتضن نهائيات كأس إفريقيا للمحليين. وأوضح القجع أنه عكس ما تم الترويج له في الساعات الماضية، فإن مطلب الجامعة يتعلق بالترخيص لطائرة الخطوط الملكية المغربية للنزول في مطار قسنطينة. لنتابع. المشاركة نتاع الفريق الوطني في أي تظاهرة عالمية فيه بطبيعة الحال الأمور الرياضية، ولكن في الأمور المرتبطة بالمغرب وبالمملكة المغربية، لأن الفريق الوطني يمثل بلادنا في كل المحافل. الأمر اللي كاين في المشاركة في الدورة المقبلة نتاع الشان هو أن الفريق الوطني متأهل لهذه الدورة بطبيعة الحال بعد الإقصائيات اللي كانت تلعبات، وفي الدفتر نتاع التحملات نتاع تنظيم التظاهرات القارية ولا الدولية. البلد المنظم وفي هذه الحالة هو الجزائر تقدم كل التسهيلات للبلدان المشاركة على أنها توصل البلد باش تشارك في التظاهرة. احنا اللي طلبناه على عكس ما تم الترويج له خلال 24 ساعة الماضية هو أن الطائرة اللي غادي تنقل الفريق الوطني يوم 10 يناير إن شاء الله أنه تكون عندها الترخيص تنزل في مطار قسنطينة، وهي المدينة اللي غادي يلعب فيها الفريق الوطني. وبطبيعة الحال الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية كلها كيف كان في قطر وكيف كان في باقي الدول هي الخطوط الملكية المغربية. بالتالي اليوم ننتظر ردا رسميا من الكاف من الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم أن تجيب المغرب على كيف قلت هذا الترخيص باش الفريق الوطني يوصل لقسنطينة. احنا ما طلبناش من البلد المنظم باش يوفر لنا رحلة خاصة أو لا شيء من هذا القبيل، نطلب ترخيصا لنزول الطائرة نتاع الخطوط الملكية المغربية إن شاء الله يوم 10 يناير حوالي الساعة 2:45 في مطار قسنطينة، وننتظر ردا لنتخذ القرار على إثر هذا الرد.